السلام عليكم ورحمة الله. معكم أحمد نظمي. الناس اللي بتسأل على مجال الشبكات وأقسامه وفروعه، ويا ترى لو دخلت مجال الشبكات إيه أكتر قسم مطلوب أو أكتر مجال مطلوب في عالم الشبكات؟ السؤال ده متداول جدا وهو سؤال غلط على فكرة، وهنجاوب وهنوضح ده دلوقتي. الحتة بتاعت إيه أكتر مجال مطلوب دي يا جماعة انساها، كل المجالات مطلوبة. الكورسات القديمة ما انقرضتش، مطلوبة. شغل البير ميتال وشغل الاون بريمسز مطلوب جدا. الحاجات دي مطلوبة جدا جدا جدا. ومجال الشبكات حتى بكورساته القديمة بيطلب كل يوم زيادة عن التاني. تخيل بقى، يعني مفيش حاجة اسمها الكورسات القديمة انقرضت. ليه؟ لأن في مصانع كتير، في شركات كتير شغالة تراديشنال، شغالة بصورة تقليدية. انت عندك العالم كله مليان في فترة أزمات في العالم كله، مفيش مشاكل، بس أكيد هيبقى في فترة انتعاش، فده على كل حاجة، ده طبيعي. لكن في فترة انتعاش هتيجي، هتلاقي قسم الشبكات بيطلب تاني زي الأول واكتر، بيبقى عليه طلب زيادة جدا، لأن كل الشركات دلوقتي عندها أجهزة كمبيوتر. الشبكات مطلوبة أكتر من البرمجة. البرمجة جميلة ومستقبلها حلو وكل حاجة زي الشبكات بالظبط، بس الشبكات بتطلب في كل الشركات، لكن مش كل الشركات هتحتاج مبرمجين. لكن كل الشركات دلوقتي حتة محل قد كده ممكن يبقى فيه جهازين 3 كمبيوتر، هيحتاج حد يوصلهم ببعض. هيحتاج حد، ممكن شركة فيها مكتب فيه 4-5 أجهزة، هيحتاج يعمل لهم شبكة يربطهم بفرع تاني. هو ده شغل الشبكات اللي كل الناس هتحتاجه. شركة دواجن، شركة ملابس، شركة أي حاجة هتحتاج بتاع الشبكات. فالشبكات يعتبر من المجالات الأكثر طلبا في العالم كله. مجال الشبكات بأقسامه وفروعه اللي هنتكلم عليها. أنهي قسم فيهم عليه الطلب؟ كل الأقسام. المهم تجيب سقفها، تعلى فيها. لا يمكن تدخل قسم في عالم الشبكات، وعلى فكرة الكلام ده بينطبق على كل حاجة مش الشبكات بس. أي حاجة هتعلى فيها هتطلب، حتى لو كانت حاجة مجهولة. حتى لو بيتكلم واحد خبير شبكات وكلمته على مجال محدش يسمع عنه غيرك، وانت جبت سقفه وقلت له انا بدرس كذا ووصلت فيه لمكانه عاليه، وقال لك ايه القسم ده، انا ما سمعتش عنه قبل كده. انسى الكلام، مع ان الراجل اللي قدامك ده خبير، بس وارد ما يكونش سمع عن القسم ده. وانت وصلت لحاجه عاليه في القسم ده، هتطلب، وهتطلب بمبالغ عاليه، وهتوصل اللي انت عايزه. فخد القاعده دي عندك، مفيش حاجه اسمها ايه اكتر قسم مطلوب، كل الاقسام مطلوبه في العالم. المهم تعلى فيها، ما تدرسش اساسياتها وتقول محدش طلبني. والمهم ان انت توثق الكلام ده بشهاده، بامتحان. خلاص كده يبقى احنا متفقين ان كل الاقسام مطلوبه. طيب اخد في انهي قسم بقى؟ ده حسب ميولك انت. بعد دراستك لاساسيات الشبكات انت بتلاقي ميولك متجهه ناحيه قسم معين. ايه اساسيات الشبكات؟ السي سي ان اي والام سي اس اي، قاعده واحده كده. خلاص كده، ده كلمه واحده. هبدا في مجال الشبكات باقسامه المختلفه، لازم تدرس الكورسين دول. مفيش حاجه اسمها ان انا اخش مجال زي مجال السكيورتي وانا مش دارس سي سي ان اي. مفيش حاجه اسمها ادخل مجال الكلاود وانا مش دارس سي سي ان اي او ام سي اس اي. مفيش الكلام ده، غلط. تصدق بقى، تسمع كلام ناس تانية براحتك. لو في حد تاني بيقول لك غير كده ان انت تقدر تدخل على المجالات دي من غير ما تدرس الاساسيات، الكلام ده غلط. على الاقل خالص هقول لك معلومه تاكد لك الكلام ده. كل الاقسام وكل المجالات لازم هتدرس فيها اي بيهات. هيبقى في قدامك اي بي. طب ايه فكره الاي بي واتكتب ازاي؟ مفيش حاجه بتتكلم عن الاي بيهات غير السي سي ان اي والام سي اس اي بس. الكورسات الاساسيه طبعا، والنتورك بلس في كورسات تاسيسيه اخرى، بس لا، انا ايه اللي يخليني ادخل نتورك بلس وانا عندي حاجه زي السي سي ان اي؟ فانا بكلمك على الكورسات الاساسيه الاحترافيه. فحاجه زي الايباد، حاجه واحد يخش مجال الكلاود ويلاقي نفسه شغال على بورتال وعايز يقدم للعميل دي ان اس. طب ايه الدي ان اس؟ الكلاود مش هيشرحه لك، ولا هيشرح لك تسطيب ولا فكرته. الكلاود هيعرفك ازاي تسطب الدي ان اس على السبيس بتاعتك، الورك سبيس بتاعتك، على الانفايرمنت بتاعت العميل، ازاي تديها له، تدي له دي ان اس. طب ايه فكرته وبيعمل ايه؟ ولا هيقول لك حاجه. طب هدرس دي ان اس فين؟ في الام سي اس اي. فالكلام ده غلط، ما ينفعش تخوض في اي مجال في عالم الشبكات من غير ما يكون معاك الكورسين دول. تمام كده؟ لازم سي سي ان اي وام سي اس اي. مفيش حاجه اسمها السي سي ان اي ادم والام سي اس اي ادم. اتحدى اي حد يقول لي الكلام ده ويجيب لي كلام موثق ان خلاص ما ينفعش استخدم السي سي ان اي بمعلوماتها ولا الام سي اس اي بمعلوماتها في شركات. خلاص، يبقى لازم اتاسس في الكورسين دول. المجالات بقى الاخرى ايه؟ عندك المجال الاساسي في عالم الشبكات الراوتنج اند سويتشنج. راوتنج اند سويتشنج ده المجال الاكثر طلبا. ليه؟ لان المجال ده المجال اللي احنا درسنا غالبيته في السي سي ان اي، او السي سي ان اي غالبيتها بتتكلم على المجال ده. غالبيه الشركات ما بتحتاجش غيره. غالبيه الشركات مش بتحتاج غير الراوتنج اند سويتشنج عشان تربط فروع مثلا، او علشان
تعمل راوتنج اند سويتشنج بين فروعها. شغل السويتشنج داخل القسم او داخل الشركه. اغلب مشاكل الشركات داخليه، مشاكل سويتشات مش مشاكل رواتر. الرواتر دي بنلاقي مشاكلها عند السيرفيس بروفايدر، لكن غالبيه الشركات العاديه مشاكلها سويتشنج. فكل ده احنا بندرسه بالتفصيل في الراوتنج اند سويتشنج. فده المجال الاكثر انتشارا، مش هنقول طلبا. طيب في مجال تاني السكيورتي. مجال السكيورتي بفروعه كلها. عندي حاجه اسمها سايبر سكيورتي، وعندي حاجه اسمها مجالات السكيورتي الاداريه او سكيورتي مانجمنت. سايبر سكيورتي عندك كورسات شهيره في المجال ده. السي اتش مش كورس مبتدئين خالص، كورس احترافي. لو عرفت تطبق اللي فيه وتفهم اللي فيه انت راجل محترف. فالسي اتش في ناس كتير بتدرسه فن فور فن، بس كورس احترافي، كورس تقيل، المعلومات اللي فيه معلومات اساسيه. في قسم في السي اتش سيرتيفايد ايثيكال هاكر، في قسم في السي اتش عملوا له شهادات لوحده اللي هو البنتريشن تيستنج. فده مش معناه ان السي اتش ما فيهاش بنتريشن تيستنج، وما فيش حاجه اسمها الاو اس سي بي اقوى من السي اتش. هي مالهاش علاقه اساسا. الاو اس سي بي بتركز على البنتريشن تيستنج بس، بتتكلم عنه بتفاصيله. لكن الشغل السي اتش اتكلمت على كل المجالات بما فيها البنتريشن تيستنج، بس ما ركزتش بصوره كبيره على البنتريشن تيستنج زي ما الاو اس بي عملت. فالسي اتش شهاده قويه جدا. تدرس السي اتش بس يكفي؟ يكفي ممكن، بس يفضل تدرس معاه احد المنتجات الخاصه باحد الشركات الفاير وولز. يعني تدرس بالو التو، تدرس فورتي جيت، دول منتشرين جدا. تدرس سوفوز، ويفضل تدرس معاهم حاجه من الحاجات المجانيه زي البي اف سنس مثلا. يفضل تدرس الحاجات دي. والحاجات دي على فكره لو انت دارس سي سي دي وام سي اس اي ممكن تلمها في اقل من اسبوع. يعني اي واحد في دول تلمه في اقل من اسبوع بتسطيبه باعداداته بكله. خلاص كده؟ طيب يبقى احنا كده اتكلمنا على السكيورتي. عايز اعلى في مجال السكيورتي، محدش بيدرس سيسب والسيزم والشهادات الاداريه غير لو هو شغال في شركه. مش هتفيدك في حاجه خالص. ما تدرسش المجالات دي وانت لسه ما اشتغلتش. لازم تكون ماسك قسم سكيورتي عشان تدرس الشهادات الاداريه في السكيورتي. شهادات عاليه بس اداريه، كل شغلها اداري. السيسب، السيزم، الشهادات دي. لكن الشهادات التكنيكال سي اتش وشهاده الاو اس سي بي، بس الاو اس سي بي متخصصه فقط في البنتريشن تيستنج. ولازم لازم لازم تحترف. حتى السي اتش دلوقتي بقت بتركز على الجزئيه دي. تحترف نظام تشغيل لينكس كالي او لينكس كالي حسب ما بيتنطق في كذا دوله. النظام ده مهم جدا 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 في الاستخدام. مش لينكس بس، لينكس كالي بكل التولز اللي فيه لازم تحترفه. وهو كده كده غصب عنك هتحترفه، لانه بقى خلاص محور شهاده السي اتش تقريبا. وفي نظام شبيه ليه اسمه الباروت، عايز تستخدمه برده جميل جدا. بس لو هتدرس الكالي بس مفيش مشاكل. طيب احنا كده اتكلمنا على السكيورتي وقلنا يفضل تدرس ابلاينس معاهم او بوكس، يعني من الحاجات اللي هي هاردوير زي البالو التو او الفورتي جيت او السوفوز مثلا. كده انت واصل لمكانه عاليه جدا في السكيورتي. طيب سيبنا من السكيورتي ونخش على مجال تاني اللي هو الكولابوريشن، اللي هو الفويس. عدد التليفونات اللي عند الموظفين دي عايزين يجروا مكالمات ما بين فروع الشركه ببلاش عن طريق الانترنت، فبيدرسوا حاجه اسمها الكولابوريشن او الفويس. عايزين ننقل صوت وصوره، شغل الكول سنتر، كل ده موجود فيه الكولابوريشن. فده مجال مطلوب جدا جدا. كل المجالات مطلوبه بس تعلى فيها، توصل فيها لمكانه عاليه. طبعا الاساس فيه راوتنج اند سويتشنج. لازم تدرس راوتنج اند سويتشنج قبل ما تخش الكولابوريشن. في مجالات انت لو درست راوتنج اند سويتشنج واحترفتها انت وصلت فيها لمكانه كبيره، زي السيرفيس بروفايدر، زي الداتا سنتر. المجالات دي هم صحيح فيهم معلومات اضافيه، بس انت بدراستك واحترافك للراوتنج اند سويتشنج انت قطعت شوط كبير في المجالات دي، في السيرفيس بروفايدر وفي الداتا سنتر، لانها كده كده مجالات مستحدثه ما كانتش موجوده اول ما الشهادات الكبرى نزلت. ابتدوا بقى يستحدثوا مجال زي الداتا سنتر، ابتدوا يستحدثوا مجالات زي سيرفيس بروفايدر، بس كلها غالبيه معلوماتها راوتنج اند سويتشنج. اوكي كده؟ طيب دي مجالات طبعا فرعيه ومطلوبه جدا، بس مجالات اقل طلبا من المجالات اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي راوتنج اند سويتشنج والكولابوريشن والسكيورتي. تعال نتكلم بقى على مجال اخر زي الكلاود. عايز ادرس كلاود. الكلاود علشان تدرسه عندك شركتين مهمين جدا، وعلى فكره لو احترفت شركه فيهم هتعرف تتعامل مع الثانيه، ولو احترفت شركه فيهم هتعرف تتعامل مع اي بيئه كلاود بعد كده بيقدمها اي فيندر. هتدرس حاجه اسمها مايكروسوفت ايجر او امازون اي دبليو اس.
دول برضو مش هتفهم فيهم حاجه وانت مش عارف يعني ايه ايباد او مش متاسس شبكات ومش عارف يعني ايه سيرفرات. لازم تفهمهم كويس جدا، لازم تبقى فاهم يعني ايه في بي ان، لازم تفهم يعني ايه نتورك اساسا وربط الفروع. فدول طبعا قلنا في السي سي ان اي والام سي سي دي قاعده ثابته خلاص لازم تمشي عليها. مجال الكلاود عايز تبدا فيه يبقى لازم تبدا فيه الشركتين دول او واحده فيهم تحترفها. سيبنا من مجال الكلاود، ممكن نخش في مجال اساس الكلاود. عايز تفهم اساس الكلاود وفكرتها الفيرتشواليزيشن. فكره الفيرتشواليزيشن ومتقدمه ازاي؟ في قسمين عندنا هم اساس الكلاود اللي هو الفيرتشواليزيشن والنتورك بروجرامابيلتي. الاثنين دول هم اساس مجال الكلاود. الفيرتشواليزيشن طبعا ست كل في ام وير دي الاساس. تدرس منتجات في ام وير اللي هي اس اكس اي او الفي سفير عامه، يعني منتجات الفي سفير كلها خاصه بفي ام وير. وبعد كده عايز تتطرق لمجال البروجرامابيلتي، دي حاجه بقى ترجع لك لان البرمجه هتخش معاك بقى وشغل البايثون والجافا، فالمجال ده لوحده هنتكلم عنه. فالاساس اساس الكلاود الفيرتشواليزيشن. طيب عندك خلي بالك مجال الفيرتشواليزيشن كده احنا اتكلمنا عنه انه يعتبر من مجالات الشبكات، ممكن تحترفه، ممكن تتخصص فيه لوحده. اتكلمنا على الفيرتشواليزيشن، اتكلمنا على الكلاود. عندنا مجال اخر زي مجال النتورك بروجرامابيلتي بقى او الديف نت، شغل الديف نت ده انت هتحتاج برضه تبقى متاسس شبكات، مش هينفع تاخد فيه على طول، لازم تبقى متاسس شبكات. دي قاعده عامه زي ما قلنا خلاص. تقدر تدرس بقى حاجه فيديوهات متفرقه، مش هقول لك منهج معين. المناهج الثابته مش ممتعه خالص لغايه دلوقتي، او المناهج المعينه دي مش ممتعه خالص لغايه دلوقتي. طب احترف المجال ده ازاي؟ ناس كتير قوي على اليوتيوب وعلى يوديمي منزلين فيديوهات متفرقه. جمع الفيديوهات دي وافضل لقط منهم ونفذ، لقط من هنا ولقط من هنا ونفذ الكلام اللي بيقولوه الناس دي. ناس محترفه جدا، فيهم عرب كتير ما شاء الله كويسين جدا جدا، يمكن اكثر احترافيه كمان من الاجانب. ادرس الفيديوهات بتاعتهم، شوف بيطبق ازاي، شوف الاساسيات بتاعت البرمجه، برمجه بايثون مع الهاردوير مع سيسكو، وشوف الاساسيات دي بتتنفذ ازاي وقلدهم، اعمل زيهم، هتحترف المجال ده جدا. بس طبعا علشان تحترفه زي ما قلنا لازم تكون متاسس. فده من المجالات الشهيره والمستقبل ليها جدا. المجال ده هو اساس العلم المستقبلي القادم، او علم هنخش بقى في الاي او تي وعلم السمارت هومز، ويعني عامه النتورك بروجرامابيلتي عامه مستقبلها قوي جدا جدا بصوره تفوق الخيال. المجالات دي كلها انا وضحتها لك، اعلى فيها. مفيش حد بيمشي في ده كله وبيوصل، يعني بمعنى اصح لازم يكون متخصص في حاجه معينه من دول. ممكن تتخصص في الاساس اللي هو راوتر اند سويتشنج ومعاه حاجه تانية، لكن تتخصص في كل ده وتعلى فيه دي صعبه جدا، مش هتحترف. يعني اجاك اوف اول فيلدز ماستر اوف نان، يعني اللي هو اللي بيقول ان هو رقم واحد في كل المجالات مش ممستر حاجه فيهم. فخد بالك من الجزئيه دي، لازم تحترف مجال فيهم او مجالين بالكتير، تركز فيهم او يكونوا مجالين ليهم علاقه ببعض، تركز فيهم. انا قلت لك المجالات دي كلها مش عشان تاخد فيها كلها، لا طبعا، انت بتدرس بس الاساسيات وتشوف بقى ميولك رايحه فين وامشي ورا ميولك. في مجالات اخرى متشعبه بقى من المجالات اللي احنا درسناها زي ما قلنا، حاجه زي السيرفيس بروفايدر، حاجه زي الداتا سنتر. كل المجالات دي متشعبه من المجالات الاساسيه، عايز تاخد فيها مفيش مشاكل. ما خدتش فيها هتعرف تشتغل فيها برضه، لان انت واخد جزء كبير منها في الراوتنج اند سويتشنج، واخد جزء كبير منها في السكيورتي وهكذا. بس طبعا هيضيف لك كتير ان انت لو اشتغلت في شركه سيرفيس بروفايدر تدرس مناهج بقى سيرفيس بروفايدر، اشتغلت في شركه كبيره فيها داتا سنتر تدرس مناهج الداتا سنتر. فدي انا شايف انها مرحله مستقبليه مش هتيجي غير لو انت دخلت قسم كده. لكن قبل ما ادخل القسم ده عايز اتاسس وابقى قوي جدا، تدرس اللي احنا قلنا عليه. دي المجالات الشائعه في عالم الشبكات والاكثر طلبا. اختار لك مجال فيهم وشوف ميولك متجهه ناحيه انهي مجال وتوكل على الله. بس لازم توثق ده بشهادات، ولازم تعلى في اللي انت بتدرسه، توصل لسقفه او تقرب من سقفه. مش لازم تجيب اعلى شهاده فيه، بس تبقى محترف في المجال ده. كده لا يمكن ما تطلبش. مفيش حاجه اسمها الطلب عليهم قل، انسى الكلام ده خالص. الطلب على الشبكات بيتزايد يوم بعد يوم، والشبكات اكثر مجال طلبا في العالم يمكن في التاريخ. دلوقتي مطلوبه جدا في كل الشركات، بغض النظر بقى عن الشركه دي بتقدم مرتب كام، واللي معاه شهاده كذا دلوقتي بقى بيقبض كام، والشركات بتقلل مستوى الناس. لا سيبك من الكلام ده كله، في النهايه برضو بتلاقي فرصه تناسبك لو انت شخص عادي.
لكن لو انت شخص مبتدئ طبيعي يبقى فيه بهدله كده. معلش، انت مستواك ما وصلش للمرحله اللي يخليك تحط رجل على رجل وانت بتتوظف. لو انت متوظف او داخل وظيفه وانت راجل محترف، انت اللي بتفرض نفسك. الكلام ده عن ثقه ان شاء الله، واتمنى الفيديو ده يكون نال اعجابكم. شكرا.